السلام عليكم، شلون الشباب؟ يا رب تكونون بخير. طبعا من نزلت الفيديو مالت الاونر باد 5 هواي عالم كتبوا لي يريد نسوي مقارنه بين الاونر باد 5 والهواوي الميت باد تي 10. طبعا السبب انه هو شفت التعليقات انه يريدون مقارنه، السبب انه الجهازين تقريبا نفس السعر. قررت اسوي هذا الفيديو، فخليكم متابعين الفيديو للاخير حتى تعرفون يا جهاز تختارون اذا حابين تشترون. واتمنى من عندكم تسوون لايك للمقطع، وقف المقطع ما يطول عندك ثانيه واحده، وقف المقطع سوي لايك للفيديو. وايضا اذا بعدكم ما مشتركين بالقناه اشتركوا بالقناه وفعلوا الجرس حتى توصلكم كل فيديوهات جديده. ويلا نبلش بالفيديو. اوكي شباب، من نحكي على اي جهاز بالعالم اول شغله تجي ببالك السعر. طبعا سعر الجهازين، اول جهاز عندنا اللي هو الاونر باد 5 سعره $145 تقريبا 215 الف دينار عراقي. اما الهواوي الميت باد تي 10 او التي 10 سعره $155، يعني تقريبا ازيد ب10 دولارات. فعندنا هنا الاونر باد 5 راح يكون سعره اقل. زين، الشغله الثانيه يا شباب، من تريد تشتري تابلت او تريد تشتري ايباد، اهم شغله بيه اللي هي الشاشه. فالشاشه عندنا بالاونر باد 5 شاشه 8 انش اي بي اس ال سي دي. بس هنا بهذه الشاشه الشيء المميز بهاي الفئه السعريه بهذا الجهاز، هنا الشاشه راح تكون فول اتش دي بلس والبي بي اي 283. بينما الشاشه بالهواوي الميت باد تي 10 راح تكون شاشه يعني تقريبا 10 انش او تقريبا بالضبط 9.7 انش. الدقة مالتها كلش قليلة اللي هي فقط اتش دي، بينما شاشة الاونر باد 5 هي فول اتش دي بلس. وايضا الشاشة همينة من نوع اي بي اس ال سي دي. الشغلة اللي وراها يا شباب اللي هي البطارية. اكيد بنتكلم على جهاز بهذا الحجم، حجم التابلت او حجم الايباد، فالبطارية اهم شي جدا مهم. البطارية بالجهازين نفسها اللي هي 5100 ملي امبير، فالبطارية راح تكون عندك نفس الشي. ولكن الهواوي الميت باد تي 10 المنفذ الشحن مالته يدعم منفذ الشحن السريع اللي هو التايب سي، بينما بالاونر باد 5 اللي هو المايكرو يو اس بي. فراح تكون عندك فرق بسرعة الشحن بالهواوي الميت باد تي 10 افضل، فحسب يعني انت شو تفضل. ولكن يعني هذا انا اشوفه شيء جدا مهم، الشحن خاصة من تكون البطارية بحجم 5000، فهذا الشيء كلش راح ياثر. الشغله الخامسه يا شباب اللي هو الرام. طبعا هنا راح يبين الفرق او التفوق للاونر باد 5. الرام هنا بالاونر باد 5 3 جيجا بايت، بينما الرام بالهواوي الميت باد تي 10 راح يكون 2 جيجا بايت. طبعا اني حاليا بالوقت الحالي من تاريخ هذا الفيديو اقل شيء اذا تريد تاخذ جهاز اندرويد يعني ريكومندد 4 جيجا بايت اقل شيء. وطبعا حتى ال 4 جيجا بايت قليله، فالجهازين اعتبرهم صراحة قليلات. ولكن الاونر باد 5 مثل ما قلت لكم اكثر 3 جيجا بايت، بينما التي 10 اللي هو 2 جيجا بايت. اوكي يا شباب، بالنسبة للتخزين، التخزين راح يكون نفس الشيء. الاونر باد 5 راح يكون 32 جيجا بايت، وبالتي 10 راح يكون ايضا 32 جيجا بايت. بس الشيء الحلو بهذا الموضوع انه الجهازين يدعمون الاس دي كارد والجهازين يدعمون الفور جي. بالنسبه للشغله الاخ يا شباب اللي هي شغله كلش مهمه، المعالج بالجهازين نفس الشيء اللي هو الكيرن 710، فراح يعطيك نفس الاداء بالبرامج والالعاب، ونفس الشيء تقريبا بالتقليب يعني التطبيقات خلينا نقول، او يعني استخدام التطبيقات القويه. بالالعاب راح يعطيك العاب على دقه الميديوم وفريمات قليله، فالجهازين تقريبا نفس الشيء. ولكن انا اذا يعني تسالني راح ارشح لك اكثر الاونر باد 5، نظرا انه الرام مالته ازيد، لان مثل ما تعرفون الالعاب تتطلب معالج قوي وايضا رامات عاليه. بالنسبه لتصميم الجهاز يا شباب، فالجهازين راح يكونون من المعدن، يعني ظهر الجهاز راح يكون من المعدن. وايضا الجهازين يدعمون ستيريو سبيكر او سماعات ستيريو، بالجهه العلويه سماعه وبالجهه السفليه سماعه. فبمشاهده الافلام والفيديوهات راح تكون نفس التجربه عندك بالصوت. ولكن الاونر باد 5 راح يتفوق بهاي التجربه. ليش؟ لانه الشاشه مالته فول اتش دي بلس، الدقه مالته اوضح، تشبع الالوان بها اكثر، فراح تفيدك اكثر مشاهده الافلام او مشاهده الفيديوهات او حتى بالالعاب، لان مثل ما نعرف ايضا الالعاب تتطلب دقه عاليه. ولكن الشيء اللي تميز به التي 10 عن الاونر باد 5 اللي هو منفذ الشحن التايب سي. مثل ما قلت لكم منفذ الشحن التايب سي يعني شيء جدا مهم، خاصه اذا تكون البطاريه عاليه. بالنسبه للاونر باد 5 راح يتفوق ايضا بالرامات، راح تكون راماته 3 جيجا بايت، اما التي 10 راح تكون راماته 2 جيجا بايت. فايش صار عندك؟ صار عندك ثلاث شغلات. الاونر باد 5 يتفوق على التي 10 بالرامات وايضا بالشاشه بالرامات وبالشاشه، بينما التي 10 راح يتفوق على الاونر باد 5 خلينا نقول منفذ الشحن فقط.
وبالنسبه لتصميم الجهاز مثل ما قلت لكم جهازين من المعدن وتقريبا الجهازين نفس السعر، ولكن شغله كلش مهمه اذا انت حاب شاشه اكبر اكيد تاخذ التي 10 لان اظن الشاشه مالت اكبر 10 انش تقريبا 9.7 انش نفس حجم الايباد 6 بالضبط 9.7 انش. فهذا كان كل شيء على الجهازين. انت بقت يمك شي تفضل هذا الشيء او تفضل هذا الشيء، تفضل شاشه كبيره او تفضل خلينا نقول شاشه اوضح. فكل هاي التفاصيل ذكرت لكم بالفيديو. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، والاهم من هذا اتمنى يكون الفيديو فاتكم. واتمنى من عندكم انه تسوون لايك للمقطع وتشيرونه ويا اصدقائكم، خاف احد يحب يشتري. شكرا لكم وصلنا لنهاية الفيديو، ان شاء الله نلتقي بالفيديو القادم.